السلام عليكم. انهيار وصراخ وبكاء هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز بعد فوز الأهلي على بيراميدز، ويفاجئ النادي الأهلي ويسخر من الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز ليوقف الأهلي انتصارات بيراميدز المتتالية ليرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط، وهذا الذي جن جنون المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد الذي أدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: أنا مش عارف نعمل إيه تاني للنادي الأهلي، عملنا كل حاجة السنة دي في الدوري وعمالين نكسب بقالنا كتير، ونيجي قدام الأهلي النهاردة ونخسر. أنا مش عارف لعيبة بيراميدز بيحصل ليها إيه قدام الأهلي لما بتلعب قدامه. ده نصهم كان بيلعب أهلي وزمالك قبل كده. الأهلي السنة اللي فاتت واخد مننا بطولتين، واحدة سوبر وواحدة كاس، ودي أقرب بطولة لنا السنة دي بطولة الدوري، مش هنعرف ناخدها بسبب الأهلي. أنا مش عارف اتحاد الكرة جايب حكام أجانب ليه؟ ما احنا بنلعب الدوري كله بحكام مصريين. ايه العنصرية ديت؟ ولا علشان خاطر النادي الأهلي طلب حكام أجانب بسرعة تروح تجيبوا ليهم طاقم حكام أسباني؟ يبقى تخلوا الدوري كله بحكام أجانب يا إما حكام مصريين. في عنصرية في الدوري. ليه الأهلي ما يروحش يلعب في الإسماعيلية؟ وليه الأهلي ما يلعبش الساعة 4 العصر؟ معنويات الإدارة والجهاز الفني واللعيبة بقت في الأرض بسبب الهزيمة النهاردة قدام الأهلي. وأحب أوجه رسالة لجمهور الزمالك: ما تشجعوش بيراميدز تاني، انتوا وشكوا فقر علينا، عمركم ما شجعتوا فرقة إلا لازم تتنكس ولازم تخسر. مش عايزينكم تشجعونا مرة تانية. عايزة أقول لكم إيه اللي حصل للوداد والترجي كمان، جايين تقضوا على بيراميدز. روحوا شجعوا الأهلي. عايزكم يا زملكاوية تروحوا شجعوا الأهلي عشان يخسر. أنا مش عارف الأهلي ده هيخسر إمتى، ده المرة 13 على التوالي يكسب فيها. أنا مش عارف إيه اللي حصل للأهلي، ما كان بيخسر في أول الدوري، جاي دلوقتي ويشد حيله علينا؟ ولا إيه؟ في مؤامرة كبيرة بتحصل على بيراميدز علشان ما ياخدش الدوري السنة دي؟ بس لسه لينا مباراة قدام الأهلي وممكن نعوض فيها إن شاء الله، ولو فزناها اوعدكم ان احنا لازم هنفوز بالدوري ان شاء الله. عايزة كمان اقول لميدو: مبسوط كده النهاردة وانت بتقول هتبقى بيراميدز وهتشجع بيراميدز؟ اهي بيراميدز خسرت هي كمان من الاهلي، واحمدوا ربنا ان انتوا اتسحبتوا قدام الاهلي، لانكم لو كنتوا لعبتوا كنتوا هتشيلوا بدل الواحد هتشيلوا 6. ده احنا بكل اللي عملناه ده وشيلنا 3 اهداف النهاردة. الاهلي ده مفيش حاجة عايزة توقفه ولا حد يجي بس يفكر يحسده فينام في الارض شوية. عيب قوي اللي بيحصل لنا ده، والله احنا بقينا منهارين.